أحد الحكماء الصالحين نفس السؤال هذا، إنه إيش أقصر طريق أحمي نفسي بها من الشيطان وأقاوم وسوسته وتسويله وتزيينه وكذا. قال له أن تلجأ إلى ربك. قال له هذا معنى الاستعاذة. لو كنت معنى الاستعاذة هيا ليش قبل ما تقرأ القرآن الكريم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن القرآن على فكرة أكبر باب من أبواب الاستبصار بالخير وبالحقيقة، أكثر شيء. مش تقرأ الفيلسوف ولا تسمع الخطيب ولا كذا، ولا القرآن. افتح القرآن واقرأ، هنا الشيطان يأتيك. إيش رأيك؟ أكثر شيء يأتي، ما بده يسد عنك الأبواب هذا. فأنت عشان تسد عليه هو الباب، تستعيذ مين؟ بربك وبرب الشيطان، برب العالمين. ولا مش صحيح؟ فقال له لو كنت تمشي في طريق وأنا بحكي كلب، قال أرميه بحجر، قال يعود. قال أرمي، قال يعود. قال له هذا أمر يطول.